النادي المصري أعلن عن التعاقد مع أحمد عيد من نادي الزمالك اللي كان معار لإنبي، وأعلن عن التعاقد مع أحمد أيمن منصور. يا جماعة، الزمالك بيتجه إلى الهاوية بسرعة الصاروخ. الفشل الإداري اللي موجود في نادي الزمالك هيقود إن هو السنة اللي جاية لو خد المركز السادس في الدوري يبقى كويس. يا جماعة، في لعيبة كتير جدا اتخذت من نادي الزمالك السنة دي. بيراميدز عمل الصح مع نادي الزمالك السنه دي في اكتر من لاعب، والمصري هو بيتعاقد مع 2 لعيبه مهمين كان الزمالك هيعتمد عليهم السنه الجايه، وما خفي كان اعظم، ولسه الميركاتو ما اتقفلش. يا جماعه، حاولوا تركزوا مع ناديكم شويه وتنسوا النادي الاهلي. ورساله لاي حد زملكاوي مستغرب الوضع اللي فيه نادي الزمالك، الوضع اللي فيه نادي الزمالك ده على فكره اقل من الطبيعي. عارف ليه؟ لان الطبيعي في الوضع الحالي لنادي الزمالك هو الهبوط للدرجات الادنى بسبب المديونيات المتلتله اللي عليه سواء خارجيا